ماشي، انا عارف ومتأكد ان انتوا حاليا اكيد متضايقين مني جدا، وحقكم تكونوا مش طايقيني كمان بسبب اني ما زلت برضو بقطع كتير عن الفيديوهات ولسه مش بنزل بانتظام. بس خلونا افهمكم السبب، وهو بكل بساطة ان انا كنت بعدي بظروف صحية صعبة شوية كالعادة، علشان انتوا عارفين ان انا بتعب كتير من فترة للتانية. وكمان غير كده صراحة يعني كان ورايا شغل كتير بره اليوتيوب، فكل الحاجات دي مع بعضها كده كانت معطلاني عن ان انا اعمل فيديوهات. بس صدقوني بقى المرة دي بجد ان انا نويت انتظم اكتر في الفيديوهات واركز على اليوتيوب وبس، ولان انا الحقيقة مش بحب اقعد كل شوية اقول في حاجات كتير، فعموما استحملوني يعني. ونخش بقى في موضوع فيديو النهاردة، وهو مراجعة لتابلت جديد لسه واصلني من فترة كده من شركة اكس بي بن، واسمه ارتست 12 برو. الحقيقه لما الشركه بعتولي ايميل وقالوا لي فيه انهم حابين يبعتولي الجهاز واعمل له مراجعه، اتبسطت نسبيا علشان كنت حابب ان اجرب انواع تانية من الجرافيك تابلتس اللي فيها شاشه غير الجومون، علشان من ساعه ما جالي الجومون وانا مش بشتغل غير عليه وبرشحه دايما لاي حد بيسالني عن نوع تابلت يكون حلو ومناسب. فالنهارده كمان هنقدر بكل وضوح نعرف هل الاكس بي بن ده يقدر ينافس الجومون اللي عندي ولا لا. وحابب بس اوضح مبدئيا كده ان مفيش حد في الشركتين دافع لي فلوس او اي حاجه علشان اقول كلام معين، فده مديني حريه اكبر بكتير ان اتكلم زي ما انا عايز واقول تجربتي الحقيقيه فعلا. ويلا بينا نبدا بمحتويات العلبه. اول ما نفتح العلبة هنلاقي اول حاجة في وشنا على طول هي التابلت، واللي انا شخصيا بصراحة اتفاجئت ان حجمه طلع صغير جدا، خصوصا كمان اني متعود على الجومون وان اكبر منه. بس اعتقد ان لو انت اول مرة تستعمل تابلت بشاشة في العموم، فموضوع الحجم ده هتتعود عليه بسهولة ومش هيسبب لك مشاكل يعني. شاشة التابلت بتيجي بحجم 256 في 144 ب 11.6 انش، وبدقة 1920 في 1080 بكسل. وعلى الشمال هنلاقي 8 زراير اختصارات علشان ما تضطرش تروح للكيبورد كتير وانت بتشتغل. وفي النص في زي عجلة كده صغيرة او دايرة بتلف يعني علشان تقدر تعمل بيها زوم ان وزوم اوت براحتك. وبعيدا عن اي حاجة بقى، ملمس العجلة دي عجبني جدا وحسيته سلس كده وشجعني ان استخدمها كتير فعلا. وبعد التابلت هنلاقي الستاند اللي المفروض انه بيسند التابلت، بس علشان اكون صريح برضو واقعي، الستاند ده من اسوأ الستاندات اللي شفتها لاي تابلت. جودته رديئة جدا، وكمان مش بيديك امكانية انك تفرده او تغير زاويته، لا هو متاح ليك زاوية واحدة بس. فبصراحة ما عجبنيش خالص الستاند ده. بعد كده في الجوانتي اللي بتلبسه علشان ايدك ما تتضايقش وانت شغال لفترات طويلة على شاشة التابلت. وفي بقى حاجة عجبتني، وهي انهم موفرين زي قماشة كده صغيرة علشان تقدر تنظف بيها التابلت في اي وقت، وشكلها لطيف وعليها لوجو الشركة، فحسيتها حاجة شيك يعني كده. بعد كده هنلاقي علبة كده فيها كل الاسلاك اللي بتيجي مع التابلت، وهي اي نعم اسلاك كتيرة شوية نسبيا، بس مش صعبة خالص في توصيلها. زي ما انتوا شايفين في سلكين يو اس بي اللي هما الاحمر والاسود ودول بتوصلهم بالكمبيوتر عادي، ومعاهم سلك ال HDMI، وده بقى اللي دايما بيكون مشكلة في اغلب اجهزة الكمبيوترات، لان الاغلبية مننا مش بيكون عندهم المدخل ده، فبنضطر نشتري محول خارجي من DVI ل HDMI. هو بصراحة انا ما زلت لحد دلوقتي متلخبط في الحوار ده ومش فاهمه قوي، بس المهم ان اللي نجح معايا وانا بوصله هو التحويلة بتاعة ال DVI ل HDMI، فانتوا بتسألوا عليها يعني. وكمان بيجي مع الاسلاك دي حاجه زي تطويله كده زياده علشان تقدر توصل التابلت باللابتوب بكل سهوله وما تحتاجش حاجه تاني. وبعد كده بنلاقي 4 رؤوس مختلفه للادابتر، واحده رئيسيه و3 بتختار المناسب منهم حسب دولتك وقوه الفولت عندك. بس كمان في اوبشن احسن بكتير، انك ما تستخدمش ولا واحد فيهم اصلا وتخلي التابلت ياخد الباور من الكمبيوتر على طول بشكل مباشر، فده شيء يرجع لك يعني انت واختيارك. واخيرا وليس اخيرا هنلاقي اخر حاجه في العلبه هي القلم، وعايز اقول لكم ان شكله والديزاين بتاعه عجبوني جدا جدا، خصوصا كمان انه بيجي جوه حاجه زي حافظه كده ليه علشان لو انت خارج بالتابلت بره او حاجه تحفظ القلم. والقلم نفسه بقى كمان ملمسه مريح جدا في الايد، بس عيبه الوحيد انه صغير برضو شويه، وبيجي معاه طبعا 8 سنون احتياطيه تقدر تغيرهم في اي وقت. وبس كده تقريبا ده كل اللي بيجي في العلبه. ودلوقتي بقى حان وقت تعريف التابلت
وتسطيبه على الكمبيوتر، وكمان ارائي الشخصية البحتة اللي كونتها في خلال الفترة اللي اشتغلت فيها على التابلت. مبدئيا تسطيب التابلت سهل جدا وما فيهوش اي مشاكل. كل اللي هتعمله انك هتدخل على الموقع بتاع الشركة واللي هو xbbin.com، وهتدخل على فئة الدرايفرز وتختار نوع تابلتك وتحمل الدرايفر المناسب حسب نظام تشغيلك، وبس كده. ومجرد ما تخلص تسطيب الدرايفر جهازك هيتعرف على التابلت بشكل تلقائي وهتقدر تستخدمه. والبرنامج بتاع الدرايفر ده بقى جامد جدا ومليان اعدادات من جوه تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، زي انك تغير وظيفة الزرارين اللي في القلم، تقدر تخلي زرار الاستيكة مثلا وزرار تاني بيفتح برنامج معين او كأنه كليك يمين زي الماوس، وزي انك تقدر تتحكم في وظيفة ال8 زراير اللي في التابلت وتخلي كل زرار منهم يعمل حاجة مختلفة او يكون اختصار معين بدل الكيبورد. وكمان تقدر تتحكم في الوان شاشة التابلت من ناحية كل حاجة زي السطوع ودرجات التشبع وغيرها، واعدادات تانية كتير يعني تقدر تقعد تجربها بنفسك بقى. واعتقد كده ظبطنا كل حاجة وكله تمام، ومش ناقص غير الرسم على التابلت والتجربة العملية الكاملة بقى. علشان اكون صريح معاكم برضو انا ما استخدمتش التابلت فترة طويلة للدرجة، بس اقدر اقول اني اشتغلت عليه كذا بروجكت رئيسي في شغلي واعتمدت عليه بشكل اساسي يعني، وصراحة انبهرت بيه جدا. ومش ببالغ لما بقول انبهرت، لان حقيقة انا كنت متوقع اداء اقل من كده بكتير صراحة، بسبب ان الشاشة صغيرة جدا. بس تقدروا تقولوا ان الشاشة بنعومتها دي مع القلم المريح في المسكة مطلعين نتيجة جميلة ومرضية جدا، خصوصا ان القلم مستوى الضغط فيه بيوصل ل 8191 بريشر، فكان سلس لاقصى درجة وانا شغال وما اتضايقتش خالص بصراحة. يمكن بس احتجت وقت لحد ما اتعودت على مسكته، لان انا ايدي كبيرة حبتين والقلم صغير، بس دي ما كانتش مشكلة يعني برضو بالنسبة لي. ولما جيت اقارن بقى بين الجومن اللي عندي وبين الاكس بي بن ده من ناحية الاريحية في الشغل وكده، صراحة حسيت اني مرتاح اكتر مع الاكس بي بن، بس ده من ناحية القلم والنعومة وكده. انما علشان اكون منصف برضو فالجومن يكسب طبعا من ناحية الشاشة وحجمها. فمن الاخر يعني كده، لو عايزين نصيحتي انا الشخصية وهتاخدوا بيها، لو قررتوا في يوم من الايام انكم تجيبوا تابلت مونيتور من اكس بي بن، ممكن تجيبوا حجم اكبر من ده شوية، وليكن مثلا الارتست 15.6. اعتقد ده انسب حجم ممكن اي حد يشتغل عليه. وبالمناسبة صحيح شركة اكس بي بن كانوا عاملين عروض الفترة اللي فاتت دي وكانت مستمرة لحد يوم 15 سبتمبر، فابقوا تابعوهم عموما يعني، وممكن يكرروها تاني في اي وقت. بشكر شركة اكس بي بن على انهم اتواصلوا معايا، وبشكركم انتوا شخصيا بقى على انكم مستحمليني دايما رغم اني بقطع كتير في الفيديوهات. وان شاء الله هشوفكم في الفيديو الجامد الجاي واللي هيكون قريب جدا، ما تقلقوش. السلام عليكم.